من الآن انتهى زمن السلمية. من الآن انتهى زمن السلمية. أمهلناكم كثيرا يا خنازير الانقلاب، أمهلناكم سنة ونص بما فيه الكفاية. أنا بتكلم الكلام اللي هو توحيد قوى الثورة ده على الناس اللي في الخارج، مش على الناس اللي في الداخل. ده الناس اللي في الداخل أنا بقول لهم أشدوا على أيديكم وتوكلوا على الله واستخدموا كافة الأسلحة بما فيها يعني اللي هي المدمرات كمان، يعني مفتوحة. أنا بتكلم يعني عامة مفتوحة، لكن أنا بتكلم على الناس اللي بره. الناس اللي بره دورهم إيه؟ ليه لم نتحرك بكل قوة وفاعلية على أرض الواقع بما فيها استخدام السلاح؟ وأنا بقول بما فيها استخدام السلاح والقوة اللازمة لردع هؤلاء سنندم جميعا. وأنا بقول لزوجة كل ضابط وابن كل ضابط أرجوكم أرجوكم خلي بالكم، جوزك هيموت، ولادك هيتهتموا، لأنه مش هقول لك بعد الشر أنت اللي تقوليها في قلبك، لكن أنا بقول لك العيال دي رصد الضباط في مصر، والعيال دي هتقتل الضباط في مصر، ومن قتل يقتل ولو بعد حين. والعيال المرة دي ناوية على جريمة. مفيش بقى كلمة سلميتنا أقوى من الرصاص والجو البلدي ده، مفيش القصة دي. العيال رصدوا عناوين الضباط، أنا بقولها بفم مليان وأنا متأكد من المعلومة دي، معلومة قالها لي عمرو بتاع السلي. العيال رصدوا بيوت الضباط وأسرهم وزوجاتهم وأولادهم وقرايبهم. الدور الجاي العنف هيبقى جوه بيوت الضباط. أنا بقول لزوجة كل ضابط يعني هدي جوزك شويه لانه هيتقتل او ابنك هيتخطف، ده اللي اقدر اقوله لك. يعني هل ترى انه ضرب برج كهربائي ده عمل نووي ولا عمل عشوائي؟ ده كان في خطه بنت قالتها مره ان في لحظه واحده يتم حرق كل محاولات الكهرباء في مصر كلها. خلي بالك الثوره الايرانيه عملت اكتر من كده. الثوره الايرانيه قعدت تقول سلميتنا برضو اقوى من الرصاص يعني حوالي سنه، فاهمني؟ وفي الاخر خالص ابتدت بقى تعمل حاجات نوعيه تقطع مثلا طرق. بس الحقيقه المتغير النهارده ان انا مثلا شايف ايه، ان لقيت حاجه جديده ان هو ايه سابه. طيب انت بتحمي المنشآت بقى اللي هي الشرطيه وكده ومركز في ده، طب انا هروح لك على المستثمر بقى. عاجل. بيان رقم 7 من قياده شباب الثوره بعد الاجتماعات المتتاليه مع الثوار في الميادين. قررنا مع جميع حركات العقاب الثوري ما يلي: 1. إعطاء فرصة لجميع الرعايا الأجانب من جميع الجنسيات الأجنبية والعربية والإفريقية وجميع موظفي الشركات العاملة لمغادرة البلاد فورا، وتنتهي هذه المهلة بنهاية يوم 11 فبراير 2015، وبعدها سيكونون محل استهداف من حركات العقاب الثوري، لذا جرى التحذير معانا عبر الهاتف المتحدث باسم حركة عقاب الثورية في المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك متحدث باسم حركة العقاب الثورية، السؤال الطبيعي اللي لازم أسأله في البداية: من أنتم؟ احنا طبعا شباب، وكلنا يعلم أننا انتهينا من السلمية المفرطة، ولكن أرجو من حضرتك أن تترك لي المجال أن أتلو هذا البيان أولا لمن خطف نساءنا اليوم. تفضل. حتى يعلموا مدى قصاصنا. تفضل. أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بيان من حركة العقاب الثوري بمحافظة المنيا تعني اعتقال النساء في المواد. نقول لهم: من قتل يقتل، ومن اعتدى عليه، ومن خطف بنات الناس تخطف بناته. هذا هو العدل، وهذه هي طريقة التعامل من الآن فصاعد. لنا بناتنا ولكم أيضا بناتكم، والتعامل بالمثل والبادئ أظلم. ودماء المجرمين الظالمين ليست أغلى من دماء الشرفاء الأطهار. رسالة واضحة إلى كلاب وذئاب برمواس: إن لم يتم الإفراج عن كل النساء والأطفال الذين اعتقلتموهم فورا فلا تسألوا عما ستفعله أسود العقاب الثوري بكم. أنتم من أخرجتم الأسود من عرينتها، فتحملوا غضبتها إن كنتم قادرين على ذلك. سيد الفاضل، نحن في محافظة المنيا سنسهر
نساؤنا خط أحمر، نقول لهؤلاء كرام المجرمين لن نترككم. ونحن بالمناسبة يعني معانا أسماء ونعرف أماكنهم جيدا، نعرف نساءهم، نعرف أطفالهم، وحتى لا يظن أن هذا الكلام عبثا أقول لك بعض الأسماء. سيد الفاضل، نحن نبعث رسالة إليهم الآن، إن لم يفرجوا عن هؤلاء النساء سنغضب، والله سنجعل الحليم فيهم حيران. نحن نعلم أماكنهم ونعلم أسماءهم، وأنا تحدثت وقلت أسماءهم على الهواء مباشرة، ونترك لهم مهلة. إن لم يفرجوا عنهم سيروا ما يجعل الحليم فيهم حيران. نحن لنا أهداف سنحققها بما يرضي الله عز وجل. نحن قلنا من يقتل يقتل، من يعتدي يعتدى عليه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليس هناك أكثر ولا أقل من ذلك. وبالمناسبة حتى لا يعلموا أننا نتكلم من فراغ، منذ قليل استهدف أمين شرطة في درمواس لطوق ناري، إن أردنا أن نقتله سنقتله، ولكن الدماء عندنا خط أحمر، ولكن إن اضطررنا لذلك سنفعل.